السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل شكشوكة البطاطس. عندي هنا بطاطستين 3 مقشراهم ومقطعاهم مكعبات وسلقاهم، ممكن أسلقهم أو ممكن أحمرهم. عندي هنا تشكيلة خضرة، شبت وبقدونس وكزبرة، عندي جبنة موزاريلا، عندي بصل مفري، طماطم متقطعة قطع صغيرة، عندي فلفل الوان، بطين وحط عليهم قليل من اللبن وملح وفلفل وجنزبيل، وعندك بهارات برضو ملح وفلفل وجنزبيل. هنشوف هنعمل الصينيه ازاي. جبت صينيه وحطيت ماده دهنيه، زيت على سمن، قليل من الزيت والسمن، وبصل مفريه ناعم، وتاخد تشويحتين. بعد كده هنحط البطاطس. بعد البطاطس ما دبلت بالشكل ده بحط البصل دبلت بالشكل ده، حطيت البهارات اللي هي ملح وفلفل وجنزبيل، وبتاخد تقليبتين بالشكل ده. حطيت البطاطس تاخد لها تشويحتين، البطاطس طبعا مسلوقه او محمره. بحط الطماطم تاخد لها تشويحتين بالشكل ده. عندي الفلفل الالوان اصفر واحمر واخضر، بحطه وياخد تشويحتين. حطيت الخضره وخدت تشويحتين بالشكل ده. بعد كده بجيب انا البيض اللي عندي وعليه معلقتين لبن واصبهم بالشكل ده. بجيب الجبنه الموزاريلا وارش عليها على الوش. بعد كده هدخلها الفرن. هتتكون لي الشكشوكة بالبطاطس جميلة جدا وفيها جميع العناصر الغذائية. ودي شكل صينية الشكشوكة بعد ما طلعت من الفرن. شكلها جميل جدا وريحتها جميلة جدا قلب البيت. وطبعا ديت وجبة خفيفة وكويسة تصلح للعشاء وتصلح برضو للغدا، فيها جميع العناصر الغذائية. وكده كنت انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.